طلع لك صحفي مش عارفه اسمه ايه كده، عبد الباسط، انا مش عايزه اقول اسمه كله. تمام. صحفي رياضي. كل ما يبدا الفيديو بتاعه يبدا بالدعاء لاهل غزه، الوزه، العزه، البزه، مش عارفه ايه. تمام. بعدين في دقيقه 5 انا هحط لكم اللينك في الفيديو يعني. في دقيقه 59 ثانيه بيقول لك ايه؟ خلاص سينا زي سونيا. تخيلوا بقى انه الناس اللي الكومنتات اللي عماله تعلق: احلى حاجه فيك انك بتدعي لغزه، تحيا فلسطين، مش عارفه ايه فلسطين وغزه، العزه، ومش عارف كلهم ايه بيدعوا لغزه، لكن ما لفتش نظرهم كلمه سينا زي سونيا. سينا اللي طول عمرها بيدخل لنا من عليها الاعداء، وطول الوقت بنحارب عليها، طول الوقت اللي دمنا بيسيل علشانها، طول الوقت اللي قلبنا بيوجعنا عليها لحد ما حررناها. بقت زي سونيا. تخيلوا يعني لو الصحفي ده قال غزة زي عزة، كم أشوس من أشاوس السوشيال ميديا هيطلع يشتم فيه ويدافع عن غزة، الوزة، العزة، البزة. طبعا دي ايه؟ دي أرض المقاومين، دي والإسلام، وندخل الإسلام في البتنجان، في أي خرنجان، في أي مصيبة. لكن سينا تبقى زي سونيا؟ لا ده عادي. أصل مصر دي يا عم، دي ايه مصر دي السعودية أطهر أرض اللي مصر ربنا تجلى عليها، بس دي مش أطهر أرض. فالسعودية هي السعودية. نلاقي 1000 واحد يدافع عن السعوديين وعن الفيلم الهندي اللي أساء للسعوديين، لكن مصر لما بتتشتم من شوار رز، أو ممثل مصري يتشتم من شوار رز ويتقال عليه مش خصاصي، لا محدش يدافع عنه. سينا لما تبقى زي سونيا مش مهم، ومحدش يطلع يقول له ايه الهباب اللي انت بتقوله ده. سينا الاسم الغالي اللي دفعنا فيه دمنا على مدار سنين وسنين وسنين وسنين، وفي ناس اتيتموا، وفي ستات اتحرموا من جوازهم بأرامل، وفي مصريين رجليهم سبقتهم على الجنة وايديهم سبقتهم على الجنة علشان بيحاربوا عشان سينا ونسترد أرضنا. وده يجي يقول لك سينا زي سونيا؟ هي الحنية ما بتتشريش. وزي ما بقول لكم احنا في زمن الخيانة بقى فيها وجهة نظر. يعني جماعة ومش قصده، هنلاقي 100,000 واحد يدافع عنه. ده هيتحاسب مش هيتحاسب. عشان ايه؟ عشان احنا دلوقتي ممكن لو مظاهرة قامت زي ما حصل قبل كده تيران وصنافير، في مصريين للأسف بياخدوا فلوس، وانا بقول بياخدوا فلوس لان دول كومبارسات. في اي كانت مظاهرة كانت تطلع كانوا بينزلوا فيها ويشيلوا علم السعودية بالمخالفة للقانون، والدولة تقبض على المصريين اللي شايلين علم مصر. ولما السيسي قال الناس تنزل تدينا شرعية في موضوع بتاع ده، ساعة ما قال الخط الأحمر ومش الخط الأحمر، الناس نزلت بدل ما تقول الخط الأحمر ومصر وخط أحمر وكده، نزلوا يقول لك غزة ونفتح الحدود والقذارة وقلة الأدب دي. عشان يجي واحد صحفي كل فيديو يعمله لازم يدعي لغزة، وفي آخر الفيديو يقول لك سينا زي سونيا. أنا مش يعني أنا لا تعليق.